السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ودائما بصحه جيده. بغيت نشارك معكم كيك اللي كيجي شي حاجه رائعه شكلا ومذاقا. باش ما نطولش عليكم لا فيديو كثر ما ننساوش اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ونبداو مباشره في الوصفه. بسم الله على بركه الله. حاجه عندي هنايا 3 الحبات ديال البيض، شويه ديال الملح، عندي هنايا كاس ديال السكر. غندوز باش نطربو مزيان. فغير كيرجع ليا القوام بحال هكا كندوز مباشره. عندي كاس ديال الحليب، نفس الكاس غنعبر به الزيت، كاس ديال الزيت، ساشي ديال السكر فاني، وكاس ديال الماء عادي من الروبين. غنخلط المكونات مزيان مع بعضياتهم. عندي هنايا الكاس الاول ديال الطحين، الكاس الثاني 2 خمالات حمر، الوزن ديالهم 8 غرام 8 غرام، المجموع هو 16 غرام. عندي معلقه ونص ديال الكاكاو. صافي غنخلط كلشي مزيان. فاش كيرجع ليا الخليط بحال هكا، انا هنا هزيت ليا 4 الكؤوس ديال الدقيق. صافي غندوز هنايا عندي شويه ديال المكسرات، عندي شويه اللوز والكركاع اللي مقطعاهم هكا طريفات صغار. غندوز هنايا عندي شويه ديال قياس واحد المعلقه كبيره. صافي ونرجع نخلط كلشي مزيان. ندخل دوك المكسرات للداخل بهاد الطريقه كيف ما كتشوفوا معايا. صافي كيكون هذا هو القوام ديال الكيك، ما ثقيلش وما خفيفش. غندوز باش ندهن المول ديالنا بالزبده والطحين. صافي وندوز نبدا نفرغ. ضروري انكم تهزوا يديكم الفوق باش تدخلوا داك الهواء. عندي هنايا موس ونحاول نخدمها بهاد الطريقه. صافي غندوز هنا عندي طريفات ديال الشكلاط اللي قطعتهم بهاد الطريقه وندوز نحطهم غير من الفوق. صافي هانتوما غندوز ندخلها للفران وغنقص عليها البوطه مزيان وغنخليها 45 دقيقه غتكون طايبه. وكيكون هذا هو الشكل النهائي. راه كتجي شي حاجه رائعه ما شاء الله. بالنسبه للتزيين انا زدت هنايا طانيط ديال الشكلاط وقطع ديال الشوكولا بيضاء. صافي كيكون هذا هو الشكل النهائي. صدقوني راه كتجي رائعه بزاف. كنتمنى انكم تجربوها، وإلا عجبتكم ما تبخلوش عليا بلايك والبارطاج وتفعلوا الجرس باش هكا يوصلكم دائما الجديد ديالي. ونقول لكم الصحه والراحه.